انا شكان سبابي امي دقدقسوني اولاد حدونا كلها وعبدوها اولاد حدونا خيمه كبيره شكون يعطي من غير ربي يحرس ونجيب السيادة قوية طاب قلبي انا طريق بعيدة بخاطري تشوش اولاد ثوموني انا شكان سبابي رشيتوني مول النوبل يدوز عاري انا مول النوبل يسكن كلها وعودوا يا ولاد الحب رخيمة كبيرة طاب قلبي عطوا الليلة قلبي رشيتوني انا نخدم قراب في ليالي ونخدم قراب على حبيبي شكان سبابي دقدقسوني انا الله يخليك نموت يا ويلي خليتني من الاخوه انا رشيتوني يا امي دقدقسوني يا اولاد خليفه عمرو الجنه يا اولاد خليفه خيمه كبيره برنامج النجم الشعبي، البرنامج الفريد من نوعه والبرنامج الحدث في المغرب. تبارك الله عليكم، انا استمتعت بهذه المواجهه الثلاثيه رائعه. تفيقه تحرى عليهم عفاكم. شكون في نظركم اللي قنع اكثر لجنه التحكيم في هذه المواجهه الثلاثيه؟ واش سعيد سلطان، ياسين أصالة، عز الدين بويضة؟ ثلاثه ديال الاصوات مميزه، دارت اداء اكثر من رائع. ولكن قانون المسابقه جوج فقط اللي غيمروا معنا المرحله المواجهه الثنائيه. فشكون في هاد الاصوات اللي يقدر يقنع لجنه التحكيم ويحصل على اكبر عدد من النقاط اللي غادي تاهلوا؟ الان غادي نعلن على اول فائز في هذه المواجهه الثلاثيه واللي حصل على اكبر عدد من النقاط. تحت تسبيقاتكم سعيد سلطان. سعيد سلطان هو اللي كيحصل على اكبر عدد من النقاط وكيتاهل مباشره للمرحله المقبله. شكرا لك سعيد، تبارك الله عليك. والمفاجاه مشاهدينا اننا عندنا تعادل ما بين ياسين أصالة وعستين بويضة، وبالتالي لجنة التحكيم هي اللي غادي تقرر في الاسم اللي غيكمل معنا. كنظن بانه الان من بعد المداولة غادي نتعرفوا على اسم الفائز. وغادي نعطي الان الكلمه للفنانه زينه الدوديه باش تعلن على الاسم الفائز الاقرب اللي غيقدر يكمل معنا المشوار في النجم الشعبي. شكرا سيدي رشيد. بالنسبه لي اصواتكم جوج ما شاء الله عليها
نتوما غنيتو زوين، كنتو مزيانين فوق لاسين. اللي شنا اقرب اللي يقدر يمر معنا البرايم الجاي بعد اتفاق مع اللجنه الموقره والمحترمه، اللي غيمر معنا هو ياسين أصالة. ياسين أصالة هو اللي كيمر معنا المرحلة المقبلة، مرحلة المواجهة الثنائية من بعد الكثير من التشويق. تبارك الله عليك، مبروك عليك، هنيئا لك، تصفيقات هذه عفاكم. إذا عز الدين بويضة كنتي في تعادل، وعلى شوية للأسف هذا قانون اللعبة. كنتمنى كل توفيق ياسين، أنت كنتي متميز ومبدع وقدمتي أداء ممتاز ما شاء الله عليك، ولكن المشوار ما غيوقفش هنا كيف تنقولوا، مازال إن شاء الله المسيرة أمامك. عندك صوت مميز، والأكيد أنك تختاريتي من بين مئات ديال الناس اللي جاوا النجم الشعبي، وأنت اليوم حاضر معنا كيشوفوك المغاربة. شنو تقول لنا على تجربتك في النجم الشعبي؟ اولا السلام عليكم كاملين. انا فرحان بزاف حيت واقف قدام هذا الاهرام الاغنيه الشعبيه. منين حليت عليا كنت نشوف هاد الناس هادو قدامي، والوالده الله يرحمها كانوا هاد الناس كاملين عزاز عليها بدون استثناء، شيوخ كبار، وانا فرحان حيت قدمت صوتي قدامهم. ما توفقناش هاد المره هادي، ولكن انا فرحان. تبارك الله عليك، شكرا عز الدين، كل توفيق إن شاء الله. بارك الله في ديال الزدير.